أبو تحسين أولا خاننا رسمي ورجال خير ومحترم والشيخ عرب، ها يعني وبابه مفتوح مضيفه للرايح وللجاي، وهو المواطن شو يريد؟ يعني عنده امور يعني كلش بسيطه. الراجع ابو تحسين، وابو تحسين ينفذنا بكل امور. ابو تحسين رجال خاننا وقايم باج بالعشاء. والله اخونا صاحبنا مجرب هذا الرجل بالمعروف والكرم والطيب، ونار كله يركض لخدمة الناس، فهذا نعرفه كل الزين. احنا ان شاء الله واحنا مغمضين احنا مأيدين. ومن سبب الكفاءة، ومن سبب التآخي، ومن سبب اللي رجل كفو نزيه ورجل معروف وابن عشيرة وابن أصول وابن ديوان وابن محافظة ميسان سابقا وحاليا، وهذا اللي خلاني أندفع من أجل المحافظة من أجل معنى الإنسانية. شخصية يمتلكها، إنسان عشائري تواضع، صاحب قيم وأخلاق، شيخ ودكتور، وكل صفات يمتلكها أبو تحسين. نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق له، نعمام السويدي، ونفتخر به والله. ربي يحفظه. الشيخ عن تجربة، يعني إنسان مطيع للمحافظة وخادم المحافظة وخادم أبناء المحافظة، مو بس عشيرته فقط، لجميع أبناء المحافظة، عنده سواسية وخادم المحافظة جميعا. أنتم دعم الإنسان نساعد الفقراء والمحتاجين، إن شاء الله أهل لها هذه المسؤولية، والحج غنى عن التعريف إن شاء الله. وأنا حقيقة هاي صار لي 4 سنوات في الحج، وإن شاء الله حجيب البركة. الرحمن الرحيم. نشكر الخال أبو تحسين السويدي على حسن الضيافة والتقدير. إحنا اليوم طبعا مضيف السويدين، مضيف إصلاح ذات البين، نشكره على حسن الضيافة، وإن شاء الله ربي يحفظه بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الشيخ الدكتور أبو تحسين السويدي إلى جميع محافظة ميسان عامة، محافظته وأقضيته، لأنه هذا الشخص إنه يكون هذا محترم ومعروف على نطاق محافظة ميسان.